يعني الحاجه اللي كانت فوق التلاجه شلتوها؟ ايوه. لا في فرق. ها؟ في فرق بجد؟ اه والله. يعني بسم الله ما شاء الله عليه يعني؟ ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارفة ابدأ الفيديو ازاي ولا منين، بس اللي قدامكم دي التلاجة بتاعتنا. صحينا من النوم لقيناها فاصلة وكل حاجة فيها سايحة. طبعا ده الفريزر من جوه كان المهندس فك كل حاجة فيه عشان يعرف طبعا العطل منين، وده كان منظرها بعد ما فك الجسم الخارجي اللي فيها. لقيت الطماطم سايحة، كل الخضار اللي انا حطاه في التلاجة ولله الحمد بقي مية. يعني الطماطم دي انا سبكتها وتعبت فيها والله، وصفتها وحطيتها في اكياس، ساعتها لقيتها سايحه. يعني شكلها كده مش هتنفع تاني. يا رب اليوم ما يطول معانا في بوظان التلاجة. بدأ يفك كل حاجه في التلاجة. ده كان الحته اللي هي اللي تحت، ده الجزء اللي تحت، وده برضو الجزء اللي تحت. الحته دي كلها كانت مليانه حاجات كده فتافيت وبتاع، اتغسلت طبعا وبقت زي الفل. النهارده يوم البهدله عندنا بسبب التلاجة. وده جزء تاني من التلاجة. طبعا هو فك الفريزر كله وطلعه، ما تعاملش مع جسم التلاجة، تعامل مع الفريزر بس. طبعا كل حاجتي ساحت والله، موقف وحش جدا. لا انا عارفه هودي الحاجه دي عند حد. الحاجه دي طبعا يعني كل النهارده حاجه يوم البهدله بالنسبه لي، ده غير اللي لسه في الباب. كل حاجتي طلعتها، ربنا يسترها طبعا، اللي كان في وكل الفريزر، حاجه ترجع في ما نطولش لان ربنا الجو يستر حر زي ما انتم وتتصلح عارفين، النهارده. ادعوا لي. والحاجه دي كلها مش هتستحمل، ممكن تترمي. بعد ما فك ده كله قال ان في قطعه غيار لسه هيجيبها، فخد بعضه ومشي وسابنا. طبعا اسكت انا، لا جبت الفوطه بتاعتي كده وقلت ايه، ادور كده اي حاجه عايزه تتنضف انضفها على بال ما الباشمهندس يرجع. طبعا الباشمهندس استناه شويه حلوين، كان الحاجه اللي لسه مجمده الحمد لله ساحت. وفوق التلاجة بقى الدنيا كانت ملعبكه، اي حاجه في ايدي عايزه اخبيها من العيال او خايفه مثلا العيال يبوظوها، اروح احطها فوق التلاجة زي اي ام اصيله. اي حاجه فوق التلاجة. طبعا فوق التلاجة اتغير، يعني هتشوفوا ده في اخر الفيديو. لازم كده احط تاتشاتي في كل حته، لازم المع الحمد لله والله. موقف وحش جدا، موقف سيء، ان كل حاجه من خضار بقى حاطه لحمه، حاطه عيش، حاطه اي حاجه في الفريزر، بتضطري ان انت تطلعي ده كله، وغالبا ده ممكن كله يترمي بسبب يعني الحاجه اللي كانت فوق التلاجه شلتوها؟ ايوه. هنا طبعا كان خلص وقال لنا اعملوا لها اختبار. الاختبار ده تحطوا فيها ازازه ميه واستنوا شويه شوفوا قد ايه. ها؟ في فرق بجد؟ على بال ما يجمد. يعني بسم الله ودينا ما شاء الله عليه يعني؟ مستنيين. قلت اسكت انا، كل شويه افتح في التلاجة واقفل، كل شويه عايزه اطمن تمن التلاجة دلوقتي بقد ايه يا جماعه. كان لسه ميه ساقعه زي ما هي. طبعا قلت ايه، احط تاتشاتي كده على التلاجة على بال ما الدنيا تروق واشوفها هتشتغل ولا مش هتشتغل. ادعوا لنا تشتغل، بس في ست اشتغلي وحن علينا. طبعا فوانيسي وحاجاتي فوق تلاجتي.